بتجيب عنا 1 دولار في سوريا. بس البطاطا بس ب 3000 ليرة. 0 مشان يخدموا من قصة البسطات الخضراء في الشوارع. ايش في شيء اقل من 1 دولار. بيطلعوا جمعيات خيرية. شو المهم كانوا عبوزوا كتب دينية مجانية. احمد الاسد. الله يسامحك. والله نقصان دولار. لا نحن ما عم نشتغل على الدولار، نحن عم نشتغل على موجب السوق، مليونات تشتغل علينا. 9 سياف مع 9 ايام. شو ب 10؟ 10,000. مرحبا يا جماعة، اليوم رح يكون فيديو شوي غريب من نوعه، رح يكون عن ايش بتجيب عنا 1 دولار في سوريا. الفيديو ما رح يكون بس عن أغراض شخصية وأكل وشرب، رح يكون عن يعني كل شيء بنشوفه في الطريق رح نصور الفنان. نحن حاليا انطلقنا من منطقة الجمالية مشان ندور في الأسواق. هي منطقة يعني فيها كل شيء إلكترونيات، كان بس إلكترونيات وشغلات لها علاقة في الكمبيوتر، وتطور الموضوع في الأسواق صار فيها كل شيء بين صيدليات و كل شيء. يا جماعة الدولار اليوم إذا بدك تشتري 9400 والبيع 9700. يلا نحن هلا حاليا في اتجاهنا لأول محل. حاليا صرت على يمين لمدرسة ثانوية المأمون، من أقدم المدارس في مدينة حلب، درست فيها حتى وقوف. هلا في طريقنا عند أول محل. وصلنا على أول محل واللي هو بيت الآغا، بيع سندويشات بطاطا. يا جماعة سندويشة البطاطا بس 3000 ليرة، أقل من دولار. السلام عليكم. العفو مسلم. ثلاث سندويشة البطاطا. طيب أعطيني واحدة ب3. جماعة هاي أول وحدة 3. والله 3000. هاي هون يعني 3000 ليرة. هلا وصلنا على مبنى العاديات. يا جماعة هذا المبنى كله مهدد انه يطب، حيطي له هدول ايش كان اسمه؟ العوارض. شوف هدول هيك مشان ما يطب ساندين فيه الحيط كله، حاطين كذا وحدة. هي هون شوفوا للأخير. بقى نحن نحط وناكل هون، نجرب السندويشة. تحدي الموت. برضه يا جماعة هلا بدنا نجرب 3000 سندويشة بطاطا. مش قد يعني، بلاش 3 دولار. حجمها يعني معقول. ما ترجعنا نشتري 200 عشان ما نموت. يا شباب هات ايدك والحانة يا والله شباب. فيها كاتشب يعني حرام ترى والله يعني. ليتت لنا اياها بزيت البطاطا واعطينا. لا والله طلع فيها كاتشب يعني. بس والله طيبة، لا أمانة طيبة والله. ما بخيل لك أبدا إنه طيبة، بس فعلا عن جد عن جد طيبة. ايش يعني؟ الحمد لله حاليا اول شيء خلصنا سندويشة البطاطا، وبدنا نروح على الشيء الثاني اللي راح نروح له. بدنا نشوف. هلا كنا معديين من هون كأسية. المازوت اليوم ب 0.95. مو الموتور عدى. المازوت حاليا اليوم ب 95 لا 0.95 دولار او 95 دولار سنين. 0.95 يعني كمان اقل من دولار. هلا نحن بدنا ندخل على سوق الخضار والفواكه الجديدة.
نفرجيكم ايش في شيء اقل من $1. مع العلم انه اغلب هون الخضراء اقل من $1 الكيلو. شوفوا كل هالثوم، كل هالثوم الكيلو ب4000 بس. دخلنا نحن على السوق، هلا نحن طالعين منه، يعني ما صرنا دقيقة داخلين، بس المشكلة يعني فيه بس خضرة، عرفتوا؟ يعني اغلب الخضار نحن عنا تقريبا $1 حسب يعني. فرجينا هيك هاي اللقطة، هذا السوق كله مشان يحدوا من قصة البسطات الخضرة في الشوارع وكذا، سووا هذا السوق هي من باب التنظيم واحد، وتدخل على السوق تشتري هون كل شيء خضرة وبس. هذه هي حلب، حلب جهباء شاي. ستنهض بهمة شبابها. هاي ميلاد جديد. هدول الحيطان اغلبهم سووهم عن طريق المبادرات، بيطلعوا جمعيات خيريه وهيك او شباب من المدينه ورسم بس طبيعي يعني خلص. الساعة الآن استنى عيد. يلا 1 2 3. الساعة الآن 6:18. نوريا بسون أسد. نحن داخلين بسوق باب جنين القديم. هون كان في ما بعرف يعني جمعية، ما بعرف ايش شو، المهم كانوا عبوزوا كتب دينية مجانية هون، حطوا كتب. بس اليوم جينا يعني بالصدفة لقيناهم منهم موجودين، بس إنه بالعادة دوما متواجدين هون سوق باب جنين القديم. وخذ إذا بدك 5 كتب يعني، أو 3 كتب عفوا، يرجع عدم الإحراج 3 كتب فقط. دوما واقفين هون هاي الساحة. أنا فالنسيا. أحمد الأسد. الله يسامحك. يا حلب علامة. استنى طالع لعندك، استنى. والله الهواء كثير حلو ترى. حلف يا عيوني. هون مكتبين اسماء، هون كل واحد عشقان وحده يجي يكتب هون كلمتين. هاي الاحد ذكرى يوم عمران عرب وتيني 12/12/2024. ال زائد ام رفاه زائد محمد. شلون ال يعني رفاه؟ ايش هالغباء؟ ار زائد ام يساوي حب مع بعض 2023. طلع ادم شيء. شوف وين طلع لوين كاتبين. يعني شيء غريب، يعني ايش انت استفدت اذا كتبت على حجره؟ تذكروني بالمانيا بس يعني مو اكثر، انه وقت هيك بحبوا مثلا تجيبوا قفل وبحطوه على الجسر وما بعرف ايش. ايش هالغباء؟ لازم الواحد قدر الامكان يحاول يحافظ على نظافه بلده، ويعني هدول معالم حضاريه. بس هذا المكان معلش اكتبوا فيه يعني. مين كان تمثال حافظ؟ هاي اشتريناها والله من هون واحد، قلنا له اذا خلينا نصور بصبك ولا لا، قالنا يعني ما بحب الكاميرا، فاشتريناها ب 5000 ليرة، يعني اقل من نص $1 حتى. وصلت اواكسها مشان السيارة ومسجلة وما مسجلة. ايوه. يلا بدنا نروح لهنيك هذيك البسطة نسأل مش أضحك كبة الصاجية. هي كبة يعني مشهورة في باب جنين، اسمها صقائية، طلع مو صاجية كمان. أنا مبين علي إنه مالي أكله ولا مرة ومالي مشتهي حتى أجرب، بس بدنا نلاقيكم نشقات سارة يعني. سلمون.
ما بس كاتبه. شهر 9 حقه 6 اليوم، صبر 9. عندي؟ طيب بدي اخذ هذيك المرة اخذتها ب 15 والله رخصان دولار. لا نحن ما عم نشتغل على الدولار، نحن عم نشتغل على موجب السوق، غليانات شوي علينا. يلا مشينا ب 12. 14 بالخامات. طب يلا اعطيه 10 قطع حبات فول 14,000 يعني دولار ونص تقريبا. سألها ايش شو جبت الفول؟ عمو عندك بقول لك قال لي خلص يسلمون. ايوه مش يسلمون. اخذنا الله يجبر. ايش هذول كم سيفه؟ 9 سياف مع 9 الياف. شو ب 10؟ 10,000. 9 سياف 9 الياف ب 10. انت بتاخذوا من هدول، نحن من العائلة. ايه بالعائله. بدك العائله هي فيها. لا هي عائلتي. نفس الشيء. شوفك وجهها هي اصليه. نحن من هاي هيك لها نص صيفة نص ليفة. الله يجبر. الله يجبر. بحس هذا السوق بس اذا بدك هيك عندك طاقة سلبية بس عيط ما حدا بيسمعك. ايه هي هون نحن هلا دخلنا على حديقة، كمان دخلت الحديقة تعتبر بلاش يعني اقل من دولار، لهيك حبينا نصورها. هلا نبرك على الحشيش. شوفوا خلصنا من سوق باب جنين وهلا متجهين الجمالية مرة ثانية. نحن حاليا هلا عند ساحة سعد الله. طبعا الساحة هي عم تترمم بشكل عام، وسألنا واحد قال لنا بدها شي تقريبا 4 شهور لحتى تصير مرممة بالكامل. يعني شوفوا هنيك مركبة أكبر شاشة. شوفوا هون الأرض كلها مجلية. هاي هون العلم والناس عم تمشي فيها دوما. اخوي طلع ماشي. هنيك الفلافل النزهة عنده كذا يعني نوع، في عنده ب9، في عنده يعني المهم في سندويشة الفلافل ب9 دولار تقريبا دولار. يعني تقريبا دولار واحد. 3000 على موبايل ولا بدون؟ بكون خلص الفيديو تبع اليوم يا جماعة. بتمنى تحطوا لي لايك واشتراك تقديرا لتعبي. هي اغلب الشغلات اللي نشتريها ب1 دولار في حلب. طبعا في شغلات يعني نحن هي نص الشغلات اللي فرجيتكم اياها هي الموجودة. بتمنى تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد. وبس والله والسلام.